اللي هيتعرض لك في حلقة النهاردة مش بس مصيبة، لا ده كارثة بالمعنى الحرفي. قاعد في أمان الله لقيت رسائل كتيرة بتتبعت لي مضمونها الفيديو ده. مش عايز مراتي تقعد معايا في اللايف وهطلق مراتي بسببك اهوت، تمام؟ لو جيت قلت لك ان في راجل طلق مراته على اللايف، اول حاجه هتيجي في بالك هي ايه؟ ايوه انه دخل لقاها بتعمل لايف وهو ضد الموضوع ده فقال هطلقها. تبرير واقعي وممكن يكون هو ده، بس للاسف يا عزيزي مش ده السبب اللي هو عايز يطلقها علشان. الحقيقه انهم كانوا فاتحين لايف وقاعدين قدام الشاشه علشان تبتدي الناس تهاجمهم وتهاجمه هو على المستوى الاكبر، اللي هو ما تقعد لوحدك، انت ازاي قاعد ومقعد مراتك جنبك قدام الناس كده؟ لدرجه انهم قفلوا الكومنتات وابتدت مراته تتشاكل معاها تقول له انها عايزه تقوم علشان تعبت نفسيا من كميه الهجوم عليها. ارتاحي شويه من التعليقات، ريحي. طب ما انا عايزه اقوم عشان اريح من التعليقات وارتاح. عايزه تقومي يعني من اللايف؟ افتح التعليقات واقعد انت اتكلم مع الناس وسيبني انا اقوم. يبقى انت كده مشيتي كلام فلفل عليا؟ يا عم انا مالي ومال فلفل، فلفل مين وخرم ايه؟ طيب ماشي. علشان يزعل ويتقمص منها ويتضايق لانها قررت انها تقوم من على اللايف، على الرغم من انها قالت له الكلام ده. الله يا قومي يا حبيبي، يلا السلام. انا نفسيتي تعبت من الشتايم، انت ما بيجيش شتايم في عرضك وفي شرفك. طب يلا. عشان انت راجل، انا اللي بشتك. طب يلا قومي بالسلامه. يلا حبيبي. يعني عشان بقول لك عايزه اقوم عشان اريح اعصابي ونفسيتي تقولي مشيتي كلام فلفل عليا؟ فلفل اللي هو يقصده ده كان شخص بيعلق لهم وبيهاجمهم، وهو على المستوى الاكبر انه مقعد مراته جنبه وطالع بيها لايف. هو اتضايق، قال ازاي تمشي كلام فلفل عليا وده راجل غريب، رغم ان الست بتقول له لا انا مش بمشي كلام حد، انا عايز اقوم في المطلق علشان انا تعبت نفسيا. اللي سامح له انه يشتمنا ويغلط فينا. طيب انا اللي مسامح له ولا انت اللي مبربري وخايفه منه؟ انا مش خايفه منه، نفسيتي تعبت، ما تخلي عندك احساس شويه. طيب كبسوا يا جماعه وشيروا اللايف. كلامك مشى وهي فلفل، اي خدمه. مراتي مشت كلامك، وبرغم انها بتقول له انها عايزه تكبره ويبقى منه للرجاله رجاله مع رجاله قاعدين قصاد بعض وانا ما بقاش في الصوره خالص، الا انه قال لها الكلام ده. قربت بيت. اصل انا بعد ما قلت في اللايف مراتي مشت كلام راجل تاني مش هتعيش معايا لحظه بعد كده. انتهت. اعمله ده حرام عليك يابا، انا ما بمشيش كلام حد، ده انا عايزه اكبرك وعايزه اقوم وتقعد انت تتكلم مع الناس. انت بقى رجاله طب الرجاله. اهدي انت بقى، ممكن ما اسمعش صوتك؟ يابا ما هو انت طب اهدي بقى. لا لا الناس كده هتعلق عليك. طب اهدي بقى كده. ورجعت الست وقررت له انها ما بتمشيش كلام حد غريب عليه، هي بتمشي كلامه هو. احنا بنعمة ربنا يا ست انا ظالم. مستحملاك ومستحمله قرفكم، وفي القفله ماشي. تشتمني وتهزقني طيب، بس واطلع انا اللي غلطان. بس وتقول لي خلاص. انت بتمشي كلام راجل غريب. خلاص. راجل من غريب ان انا بمشي كلام وانا بمشي طيب. كلام حد غير كلامك. طب بس اقعدي قومي. طب بس خلاص. المصيبه والكارثه يا عزيزي ان الامر والنقاش ده تطور انه عايز يطلقها. والله زي ما هتشوف كده. ومش عايز مراتي تقعد معايا في اللايف وهطلق مراتي بسببك اهوت، تمام؟ يعني انت تطلقني بسبب واحد ولا ما انت سمعتي كلامه بس هو وقال لك معلش قومي. انت خدتي راي الناس ما خدتيش رايي، انت قلت للناس يابا انا مش يعني انتوا لو قلتوا ما عدتش طالعه لايف ما عدتش هطلع لايف، خلاص هو واحد بس اللي انت بتاخد رايه. يابا. هو انا ده ايه؟ يابا ما انا طب خلاص انتهينا. الغريب في الموضوع واللي يغيظك ويستفز رجولتك انت على المستوى الشخصي، الست عماله تبكي وتقول انها تعبت نفسيا من اللي بيحصل وعايزه تركن على جنب، الى ان زوجها مقرر ومصمم انه يطلقها بسبب انها مشت كلام حد غريب عليه. والله العظيم انا كنت عايزه اقوم يا عم الله يصلح حالك. ما حدش يغلط فيه يا ولا عم حد يشتمه. الله يصلح حالكم. وحياة بنتي وحياة لا اله الا الله، انا كنت عايزه اقوم من اللايف عشان خاطر ما حدش يشتمني فينا. انت بتقول لهم انا هطلق مراتي بعد وقفتي جنبك، تقول لهم انا هطلق مراتي. والله ما هتقعدي معايا تاني، انتهى. اتفضينا خلاص، لا قفلت. يعني انا قلت لك ما تحطيش كلام الواد ده في دماغك، واد صح؟ مين؟ انا ماليش دعوه بيه، طب انا خلاص بتكلم مع الناس كلها. طب اتفضيني. يابا خلاص انا هلم هدومي واخد بنتي وراح. براحتك خالص، الباب يفوت جنبك. علشان بعد ما انتشر اللايف اللي انا عرضته لحضرتك من شويه زي ما جاني فهو لف على الدنيا كلها، طلعوا قالوا الكلام ده. علي كان متعصب وخرج عن شعوره بسبب الظروف اللي احنا فيها وبسبب شخص مستفز. الناس كلها عماله تقول انت مجبوره وانت مغصوبه والمصفوعه من جوزها وشغل غريب كده. والفيديو جاب نص مليون مشاهده على حاجه تافهه. يعني والله يا جماعه الموضوع انتوا كبرتوه على الفاضي، اي اتنين بيتخانقوا اللهم بس ان احنا بنعتذر للناس كلها وبنعتذر لكم يا جماعه ان الخناقه والمشكله جت قدام اللايف، المفروض ما كناش اتخانقنا قدام اللايف. وكمل هو واعتذر لها وبس راسها بالشكل ده. وانا يا جماعه بعتذر قدام الناس كلها وحقك عليا لو كنت اتعصبت عليكي. مفيش حاجه يا جماعه، اي اتنين متجوزين في الدنيا بيتخانقوا. انا بحب مراتي جدا يا اخويا. بس اللي استغربت له انها غيرت كلامها وقالت انها كانت بس عايزه تقوم علشان تفوق وتغسل وشها زي ما هتشوف كده. يا جماعه كنت عايزه اقوم ادخل التواليت واغسل وشي وافوق شويه لاني كنت بعيط بجد من السلبيات وارجع اللايف تاني، لان انا بحب اقعد مع علي في اللايف عشان الناس المحترمين بس اللي بيدخلوا لنا. الغريب يا عزيزي ان الحاله دي والواقعه دي مش اول حاله تحصل ما بين زوجين بالشكل ده وتطلع الحاجات اللي في البيت قدام الناس، وان اختلفت الوقائع فالفكره واحده. زي مثلا
الزوجين دول والخلاف اللي حصل ما بينهم بسبب برضه اللايفات والحاجات دي. طالبه مني طلاق ايه بعد ايه؟ بعد ما جيتي وخدت اللي انت عايزاه. فين اللي انا عايزاه؟ اسبوع معايا وجاي تطلبي الطلاق دلوقتي. معلش ايوه وكان من ضمنهم يعني المشكله دي كان اساسها اخر مزنوق دلوقتي. طلعت معاه وقالت انها اتطلقت وعايزه تسيب البيت بتاع زوجها وكلام من ده ودعمني. فالشخص ده اللي هو مزنوق دلوقتي دعمها وخلى الناس تبعت لها هدايا. انا محتاجه بس منك مساعده، محتاجك تساعدني بس في حاجه والله، عشان انا اتطلقت حاليا يعني هقعد في شقه ايجار كده على قدي، ومش معايا فلوس خالص ان انا افرشها، حتى ما خدتش حاجتي خالص، كل حاجتي اتاخدت مني حتى هدومي. ده ادى لخلاف كبير ما بينها وما بين زوجها اللي قال انها لا اتطلقت وقاعده معاه وزي ما تشوف كده. معلش انا بثبت بقى حقي يا عم. شاكر طلع وزعبه في دين انا مش طلعت وقالت لك بيضرب وبيعمل وبيسوي، دلوقتي موديه وشها الناحيه التانيه عشان انا ما عملتش كده. لا عملت كده. عملت كده؟ طب قولي لهم انا عملت ايه؟ قولي لهم اهو من غير ايدك بقى. انا ما بمدش ما تمدش ايدك. ما تمشيش مني. هجيب ايه؟ هو تليفونك ايه؟ ده تليفوني. لا مش هقفل اللايف. لايفك عشان الناس اللي عندك يعرفوا ان انت بترجعي وقت ما يجي لك مزاج وبتمشي وقت ما يجي لك مزاج، واللي حصل ده انت طلعتي عملتي حوار وعشان تطلعي ترند وتاخدي فلوس من شاكر. وهنا بقى عندي عدة أسئلة أنا أجوبتها جوايا بس عايز حضراتكم تجاوبوني عليها. يعني إيه حد يطلع لايف قدام رجالة وستات وقدام العالم كله ومراته جنب منه، ولو الست قررت إنها تبعد بسبب اللي بيحصل والبلاوي اللي بتحصل على السوشيال ميديا أو على لايفات التيك توك والمهاجمة والكلام اللي بيتقال لهم بسبب إنهم مطلعين مراتاتهم جنبهم فتهدد الست بالطلاق، ده عادي برضو؟ السؤال التاني، هل طبيعي إن خصوصيات البيوت وحرمات البيوت، ما الست دي من ضمن حرمات البيوت، انهم يطلعوا للملأ على السوشيال ميديا ويبقى من حق كل من هب ودب انه يتكلم عنها او يقول لها كلمه كده ولا كده؟ السؤال الثالث والاكثر جدلا والمهم جدا بالنسبه لي، يعني هل من حق الداعم او المتفرج انه يحكم على الست وهي قاعده جنب جوزها ويقول لها كلمه مش لطيفه بما انه داعم او متفرج يعني؟ ولو الست نفذت اللي هو بيقوله هل في الوقت ده هتكون بتمشي كلام حد غريب على جوزها؟ معرفش. الاسئله دي اجاباتها متروكه لحضراتكم في التعليقات، فارجع واقول ان ده اللي ياما حذرنا منه وياما نبهنا عليه، ودي النتائج السلبيه اللي وصلنا لها بسبب السوشيال ميديا او على الاخص التيك توك ولايفاته. استني ارائكم في التعليقات وبس كده.